شاء الله الفيديو ده طبعا عايزين نخليه يطير من الفرحه من كتر التعليقات اللي فيه واللايكات. هتشوف هو دلوقتي من دلوقتي مبسوط اهو، بس انا مش عايزكم تكسفوه بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. اهلا ومرحبا بكم متابعي قناه رياض المؤشر في كل مكان. تحيه طيبه لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر وخارج مصر. معانا ضيف النهارده بقى اخويا محمود عمار سمري. ماشي، نظبط الكاميرا بس بعد اذنك، زهق مننا. بسم الله. ده اخويا محمود عمار سمري من عندنا من البلد، من هنا قرية ورين تبع مركز بركة السبع محافظة المنوفية. محمود شاب مكافح ومجتهد من صغره، من وهو صغير، وحابب المجال بتاع التربية. ومن هنا برضو انا بحاول، يعني انا كل ملخصي في الفيديو دوت او الرسالة اللي عايز اوصلها، ان انت ما تستقلش بالشغل اللي انت قدامك. لو هو مصدره بسيط، حتى لو مصدره بسيط، اشتغل وكافح وعافر عشان ربنا يرضيك ويرزقك. طول ما انت بتقول يا رب ان شاء الله ربنا هيرزقك وهيقويك وهيعينك كمان، حتى لو الدخل بسيط. بس المهم ان انت بتسعى، طالما بتسعى وبالحلال وما بتاخدش حاجه حرام، خلاص ربنا ان شاء الله يرضيك وهيرزقك. ماشي، نتعرف الاول عليه وبعد كده نكمل. ازيك يا محمود؟ عامل ايه؟ الحمد لله. محمود طبعا من ذوي الاحتياجات الخاصه، ربنا يا رب يتم شفاعه على خير ويشفيه ويعافيه، وان شاء الله ربنا يكون معوضه في الدنيا احسن من اي حد. ماشي، لان دول عند ربنا احسن منه ومنك ومن اي حد طبعا مخلوق على وجه الارض. انت عندك كام سنه الاول؟ 25. عنده 25 سنه. ماشي. انت طبعا غاوي المعيز والحاجات دي. انا طبعا عنده قناه على اليوتيوب، ولا كنت دخلت عليها وكده ولقيت كام فيديو. ماشي، هو لقيته نشر معيز ومش عارف ايه وبيحب الحاجات دي. انا مش عايز اقول على عددهم بقى عشان ما نحسدهمش. مش عايزين نقول على عدد. اللهم صل على النبي. انت طبعا بتحب المعيز اللي هي النظيفه قوي. الانواع اللي هي السلالات النظيفه قوي، صح؟ طب انت بالنسبه لك بقى ايه احسن سلاله بقى في المعيز؟ البور، القبرصي. القبرصي حاجه جميله. طب ايه اللي مفرق القبرصي عن بقيه السلالات؟ يعني انت من وجهه نظرك والانيه، انت ايه اللي مخليك عارف كده او حاسس بكده؟ الودان، الجسم بتاعها، يعني جسمها وطولها. بيقول لك يعني ان هي جرمه وعاليه وما شاء الله جسمها حلو. بتديها اكل وهي بتديك جسم وجثه. بتحب طبعا انت عايز توريني. ما شاء الله. اسمه فهد؟ ايوه يا عم. ده بتاعك انت؟ عندك جدي نضيف. بص بقى، هو بيوريني الصوره دي. ده جدي عنده. ماشي، ده جدي عنده، هو مسميه فهد، بيقول لك اسمه فهد. ده يعتبر قبرصي صح؟ او خليط شويه، خليط. في سنة قبرصي، خليط شويه، يعني مش قبرصي صافي. في سنة شام على فكره، صح؟ انا شايف ان هو في سنه من الشام. ابوه جدي نضيف. اهم حاجه ان هي السلاله كويسه، يعني بالنسبه للام والاب كويسين، فجابت السلاله دي. تمام. طيب انت بقالك قد ايه بقى بتحب الموال ده، وبقالك قد ايه شغال فيه؟ وده عندك؟ يكون ده عندك. لا ده مش عندك. عندك حاجات شبه دي. انت بقالك قد ايه بقى ماشي في الموضوع دوت؟ او انت كان عندك كام سنه مثلا؟ 10 سنين. كنت انت عندك 10 سنين؟ تمام. طيب انت اللي بتاكلهم بقى لوحدك ولا حد بياكل معاك؟
بس انت اللي مراعيهم، يعتبر انت اللي مراعيهم بالنسبه للاكل وبالنسبه للشرب وكل حاجه، انت اللي قاعد جنبهم على طول. والتنظيف برضه برضه بتنظف لهم؟ والله اهو شايفين، دي تخلي الواحد يتشجع ويعمل وبص يعني. انا اشتغل في هنا ممكن اكون مكسل شويه، بس لما اسمع اللي محمود بيقول عليه الواحد يتشجع. فيديو فيديو بتعمل فيديو؟ انت عامل فيديو عندك للتنظيف؟ فيديو عندك ولا انت بتنزله على اليوتيوب؟ فيديو لسه عامل فيديو. طب انت منزله ولا مش منزله على ما نزلتوش؟ هو بيقول لك ان هو عامل فيديو يعني، وهو بينظف في الحته عنده انت بتقني فين الاول؟ فوق على السطح. هم عندهم على فكره يا جماعه، هم عندهم بهايم ويعني ما عندكوش بهايم؟ الله، ده عمك بقى امام. عمي. هم عندهم انا اقصد يعني، مقصد كلامي ان هم عندهم اصلا زريبه مكان زي ده تحت، بس هو ما عندوش، ما عندوش هو بهايم. انت بتحب ان انت المعيز بس على السطح وخلاص. اه طيب اللي عندك ايه، كلهم ذكورة ولا في كده على كده؟ كلهم مع بعض ولا في ذكورة وفي نوتي؟ في دي وفي دي. بس انت غاوي الذكورة، انت بتحب الذكورة اكتر؟ الاثنين. طب والتسمين بتسمن برضو؟ كتير همه؟ ما بيجيبش همه. ايوه. طب انت في حاجه مثلا، لو يعني مثلا في عندك حاجه مثلا دلوقتي تطلع على العيد، لو حد مثلا عاوز بعد العيد بعته؟ انت بعته؟ كان عندك وبعته؟ ايوه. يا خساره، كنا عايزين ننفع اي حد من المشتركين. هو ان شاء الله بقى السنه الجايه، ان شاء الله السنه الجايه هيبقى عندك حاجات زي كده كتير، وان شاء الله ربنا هيزيدك وهخلي الناس عن القناه بتاعتك، والقناه بتاعتك ان شاء الله. هو عامه يا جماعه هو عنده قناه ماشي، ان شاء الله انا هعمل لها اعلان، ويعني هنزلها عندي على المشاركات، هنزلها قريب، وممكن اعملها لك في الوصف برضه يعني. ان شاء الله انا هحاول اعملها لك في الوصف واعملها لك في المشاركات، بحيث ان هي تشتغل والناس تخش تدعمه، ومش محتاجين منكم غير دعوه. هو الراجل مش محتاج منكم غير دعوه بس، تدعوا له ان هو ربنا يرزقه ويبارك له في ماله ويتم شفاعه على خير طبعا. وعامة برضه عشان الناس تبقى عارفه ان اخواته برضه نفس النظام بتاعه يعني، نفس الاعاقه برضه، اخواته كلهم نفس الاعاقه بالظبط. فربنا يا رب يشفيهم ويعافيهم ويعوضهم خير في الدنيا والاخره، ويحشرنا معاهم يوم الايام، لان دول هيكونوا سبب في دخولنا الجنه بصراحه. احنا يعتبر يعني ما نجيش ربعهم. ربنا يا رب يجازيهم خير ويرزقهم على قد ايه ما بيتعبوا. فانا عايز اوجه رساله اللي لسه قاعد وما بيتحركش ومستني الشغل يجي له لحد عنده، يقول لك مفيش شغل، ده مفيش شغل، ده انا هسافر، ده مش عارف، ده اصل مفيش شغل هنا، ده الدنيا نايمه. لا يا حبيبي، اشتغل طالما ربنا مديك صحه، اشتغل. الراجل اهو تعبان من صغره، بيقول لك هو عنده 10 سنين وبيشتغل، وعنده 25 سنه، يعني بقاله 15 سنه بيحاول يجيب ويعمل، وبتروح معاهم الغيط برضه صح؟ ساعات بتروح الغيط. يعني هو بياكل لهم وبينظف لهم وبيعمل كل حاجه، اكل وشرب. هو المعيز، بس المعيز على فكره برضه مقرفه، اعرفها كتير، ده عاملين شبه الشياطين صح؟ هتلاقيهم مزهقين. انت رابطهم ولا سايبهم؟ مش سايبين. طيب يعني هم هتلاقيهم برضه بيزهقوه بيقرفوه، بس على قد كده برضه. هو بيحبهم من وهو صغير، فهو خلاص طالما غاوي خلاص هيشتغل وهيعمل. وعلى قد ما هو كده برضه وبيشتغل وبيعافر، وان هو بيسعى، طالما بتسعى وبتتوكل على الله تبص تلاقي ربنا بيرضيك مهما يكون، ومهما تخسر برضه ربنا هيرضيك وهتكسب. انت خسرت النهارده اتعلمت من غلطك، بكره هتكسب ان شاء الله، وربنا هيرضيك ويرزقك. صح يا محمود؟ بتكسب بقى من الموضوع ده ولا لسه ايه؟ دي بتاع ربنا بقى طبعا. انت بتقول يا رب ايوه، هو بيقول يا رب وبيتوكل على الله، وان شاء الله ربنا يرضيه. انت طبعا بقى عندك كلهم معيز بس مفيش غنم بقى ولا كلام من ما بتحبهمش؟ طب بالنسبه لموضوع البراغيث، يعني هو بيجي عندك ولا بيجيش ولا ايه نظام؟ بيجي في الصيف بتنضفهم كده؟
ويجيب مية اه بتجيب ميه وترشهم حد في الحوض. اه يعني انت عم بتعمل لهم حوض وتحط ال اه بترشهم ببخاخ اللي هي بتاع لعنة الفرع دي، ولا انت بتجيب حاجه معينه؟ في أي نوع اي نوع من اللي هو الرش دي بتنقعهم بقى في الحوض. امن. اه هو بيقول لك ان هو لازم تجيب حاجه امن عشان هو برضه ما يتعبهمش لو حاجه لحست ولا كده، ان هي ما تضرهمش انا ولا يسبب لهم مشاكل. انا برضه انا عامه احنا كنا متفقين مع بعض امبارح ان هو هيجي ماشي، بس هو طبعا اتاخر في الغيط عندهم وما عرفش ان هو يجي. بس انا حمدت ربنا لان انا كان عندي هنا برضه البراغيث، كان في عندي قطه هنا والدي وعجنت لي الدنيا. فانت تحمد ربنا ان انت ما جيتش امبارح، كنت هتلاقي اليوم صعب. حتى انا جايب الكمبرسور هنا اهي وقعدت ارش. دلوقتي يمكن الدنيا رايقه خالص، ما عادش في حاجه من الكلام ده. كانت الحته دي بقى مبهدله قوي بره. فانا بحمد ربنا ان انت ما جيتش امبارح، كان زمانك زهقت وسبتني ومشيت. لا اه لا ده انا نضفت، انا خلصت الحمد لله. بس برضه هو ممكن تبص تلاقي مثلا في بيض ولا حاجه. ان شاء الله يومين ثلاثه كده وهعملها، هنضفها كمان مره. المهم يا جماعه، انا عايز تدعوا لاخوكم محمود. وطبعا ده اخوك الصغير، ولو هو اكبر منك اخوك الكبير. وطبعا كلنا بنحترمه كل واحد زيه، وهو بالذات على راسنا من فوق. وطبعا انا حاجه بتشرف بها طبعا. محمود ان شاء الله مش هتبقى اخر مره، هيطلع معايا في فيديوهات تاني ان شاء الله باذنك يا رب. ان شاء الله مش هتبقى اول مره، وده اول مره يجي واول مره يخش عند الحته، وان شاء الله افرجه على الحته كده والففه لفه حلوه كده. مع انها زريبه يعني مش حاجه مش ملاهي، بس انا عايز اعوده على الجو هنا عندنا يعني ان شاء الله. وعايز اخد رايه برضه في المكان والدنيا دي. انا عايز اخد برضه رايك لو انت عندك فكره ولا حاجه. طبعا كلنا بنكمل بعضنا، مفيش حد احسن من حد، كلنا بنكمل بعض. وانا كنت زمان برضه انا كنت جايب معيز برضه زي حالاته، جبت في الاول معيز، بداتها بمعيز. بس هو عشان ظروفه هو خلاص حب الموضوع ده وحابب ان هو يكمل فيه، مش عايز يجيب حاجه اللي هي ايه تزهقه ويبقى فيه عنف معاه وكده. قدامها هتجيب عجوله كده هتحطها على السطح برضه. تجيب حاجه مثلا صغيره. انت في الدور الكام؟ مربي في الدور الكام؟ في الاول في الدور، يعني انت عندكم مثلا الدور اول والسطح على طول صح؟ ان شاء الله هو بيقول لك ان هو بيربي في الدور الاول، وبعد كده ان شاء الله لما ربنا يعني يقدره مثلا ويجيب قرشين ولا حاجه، ممكن هتبيع من اللي عندك بقى ولا هتجيب تسيبهم زي ما هم برضه وتجيب حاجه معاهم؟ هتجيبهم بقى مثلا عمر 3 جدي مثلا. تبيع جدي مثلا ولا جديان وتقوم جايب مكانهم مثلا ايه. طب انت بتحب البقر ولا الجاموس بقى الاول؟ انت غاوي البقر ولا الجاموس؟ يعني ايه الحاجه اللي انت شايفها هتبقى حلوه معاك؟ وذكر ولا انت ايه؟ الجاموس الاول ولا البقر؟ تحب البقر عشان سريع يعني وبيكبر على طول. الحلاب. انت عايز تجيب حاجه كبيره بقى. طب هي هتطلع على السطح ازاي؟ يعني انت تجيبها صغيره مثلا؟ تجيبها تحت بقى مش هتطلعها. انت قصدك مش هتطلعها فوق بقى، هتخليها في الزريبه تحت. هو عايز يجيب حاجه حلاب. انت حابب الحلاب ولا التسمين؟ في دي يعني انت ممكن تخش في ده وممكن تخش في ده. لا خليك انت في الاول بقى في التسمين، لان الحلاب هيبقى عايز مجهود وعايز وقت وحد يحلب لك ومش عارف ايه. قدام شويه بقى. بس انا بقول لك لو عايز رايي هجيب لك مثلا ممكن تجيب حاجات صغيره ماشي، تطلعها على السطح مثلا ولا حاجه. عايز تطلع على السطح عادي مش هيزعلك يعني. ده عروق. هي عروق مش خرسانه. بقول لك يعني اللي هي مش خرسانه مش مظبوط، ده هي عروق ممكن ما تستحملش يعني. هي كده لا فعلا مش هتستحمل. هتجيب لك بقى حاجه وتقوم حاططها في الزريبه وتشتغل عليها برضه. هي عامه كويسه احسن من المعيز بكتير طبعا، بس انت كمنك غاوي معيز خلاص. معيز في واحد. لا معيز في واحد. ايوه انت شوف بقى، انت الحاجه اللي غاويها انت حر بقى. انت تختار اللي انت حابه. عايز تسمين ماشي، عايز حلاب ماشي. بس انا بقول لك خليك في التسمين في الاول.
عارف كم العلف بكام؟ عشان ولا في التسمين يعني وكده؟ شوف لو انت جبت حاجه صغيره دلوقتي مش هتكلف معاك، مش هتصرف كتير. كانوا لا الصغير سواء ذكر او نتايه. دي بكام؟ يجي ايش يجي ايوه انت مالكش في الحاجات دي يعني، في الموضوع التسمين والكلام ده. انت عايز التانية مثلا تحط شويه البرسيم ولا شويه حد عارف العلف؟ هيك بيا امم أمن هو عامة العجول وهي صغيرة مش شرط ان انت تجيب لها علف الملوحة الغالي دي، تجيب لها حاجات اللي هي خفيفة. ممكن تجيب شوية ردة، ممكن تجيب شوية علف خفيف، حاجات خفيفة كده، شوية برسيم، لحد مثلا لما توصل مثلا عمر 9 اشهر 10 اشهر. زي مثلا العجل الجودة هوريها لك حالا، انت طبعا ما شفتهاش لسه. توصل لحد عندها وتقوم بايعها وخلاص تريح دماغك. عموما عشان ما نطولش على الناس لان الفيديو طول قوي، عاوزين ان احنا ندعي لمحمود دعواتكم، كل واحد يدعي من قلبه كده. انا كنت بقى طبعا بقول لنفسي سيبكم مني انا بقى خالص، وادعوا لمحمود، ادعموه وادعوا له تعليقات كويسه عشان هو هيشوف الفيديو ده ان شاء الله. لو يشوف الفيديو دوت اول ما انزله هيشوف التعليقات وهيشوف كل واحد تعليق، وهقراهم له كلهم وهجيب له كل الناس اللي علقت، هقول له على ده علق وده علق وده علق قال ايه، وكل واحد قال ايه هقولهم له كلهم واوريه له. لانه هو عمال يقول لي دلوقتي ان مفيش حد هيعلق، فطبعا قلت له مفيش حد هيعلق. هتشوف بقى التعليقات بتاعت الناس. انت ما هو اكمنه عنده القناه عنده لسه محدش عارفها، ويعني مش معروفه قوي ماشي، فمحدش بيعلق طبعا عنده. فان شاء الله الفيديو ده طبعا عايزين نخليه يطير من الفرحه من كتر التعليقات اللي فيه واللايكات. هتشوف هو دلوقتي من دلوقتي مبسوط اهو، بس انا مش عايزكم تكسفوه بقى. ان شاء الله هتشوف التعليقات، وهسيب لكم الرابط بتاع القناه بتاعته تخشوا وتدعموه وتتنكم متابعينه على طول. سيبكم محمد لو مش عايزين تتابعوني انا مش مشكله، المهم ان انتوا تدعموا الراجل دوت عشان هو يوصل للمستوى اللي احنا عايزينه، وربنا يا رب يرزقه ويرضيه. ربنا يرضينا ويرضي الجميع. تحياتي ليكم. اي حد محتاج اي حاجه انا تحت امره، اتعب واشتغل واسعى وتوكل على الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الفيديو بقى كلهم مع السلامه.